ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه بنوته ومدام مصريه. الفيديو بتاع النهارده هتكلم فيه عن فرش ماك الهاي كوبي. الطقم ده 32 فرشه. انا اشتريته من جروب على الفيسبوك من واحده اسمها اسماء. الطقم ده عامل حوالي 230 جنيه. هسيب لكم لينك الجروب بتاعها تحت الفيديو في صندوق الوصف. بصراحه يا بنات الطقم جميل جدا مفهوش كلام. وحاجه كمان، لو انت قلت لها ان انت من قناه بنوته ومدام مصريه ان شاء الله هتعمل لك خصم عليه وهتديهولك باقل من كده. وكمان لو اشتريتي حاجات اكتر من الجروب بتاعها ان شاء الله هتعمل لك خصم حلو برضو. ولو مفيش حاجه انت عايزاها في الجروب تقدري تقولي لها وهي ان شاء الله هتوفرها لك. بس كده الطقم ده 32 فرشه. تعالوا هنشوفه مع بعض. وعايزه اقول لكم برضو حاجه كمان، اني اسماء معاملتها كويسه جدا. انا اول بصراحه مره اتعامل معاها وما اتاخرتش عليا في الاوردر خالص. طلبته كان حوالي بعديها بيومين 3 كده مش فاكره بالظبط واستلمته. بس ما عندهاش اسبوع خالص غير ناس تاني بتأجل في الاوردرات وكده. فانا ما بحبش الاسلوب ده ابدا. وبصراحه تعبتها لغايه ما استقريت على الطقم ده. يعني كان في كذا طقم وانواع كتير بس انا تعبتها شويه وهي استحملتني. يعني بصراحه هتعجبكم قوي يا بنات. تمام، ده طقم الفرش. هو انا مش عارفه الكاميرا هتجيبه كله ولا لا، بس هو كده بصوا من اوله اهو. هما 32 فرشه طبعا. انا هنشوف مع بعض فرشه فرشه. دي يا بنات الفرشه اللي اسمها المروحه، ناعمه جدا جميله. دي تقدري تستخدميها لو انت بتعملي اي شادو ووقع الاي شادو تحت العين تقدري ان انت تمسحي بيها يعني. فمش هتتعبك خالص يعني، وجميله جدا يعني ناعمه جدا. ماشي. ودي فرشه الهايلايتر او الهايلايت سوري اهي. شايفين كويس اهي، جميله جدا. واقول لكم على حاجه يا بنات، يعني مفيش فرشه معينه لحاجه. يعني انت تقدري تستخدمي اي حاجه، تقدري تستخدمي اي حاجه او يعني اقصد اي فرشه لاي حاجه انت عايزاها. يعني هي ما اشترطش يعني. دي ممكن تستخدميها كفونديشن او تستخدميها معلش يا بنات سوري يعني عشان انا مستعجله شويه. للبلاشر. تمام زي ما انتوا شايفين اهي. هما 32 فرشه انا عديتهم. ودي فرشه اهي كمان، ده اسم ماك. تمام اهي. دي تقدري تستخدميها للكونسيلر برضو، او تقدري تستخدميها برضو للبلاشر. بس دي صغيرة يعني. بس في ناس ما بتحبش يعني تكون عريضة او البلاشر كده. دي حلوة اوي للكونسيلر. بس ما فيش فرشة يعني هتوقفك عن حاجة. انت تقدري تعملي باي فرشة حاجة يعني. اصلا الفرش مش قاعدة في انك تعملي بيها ايه يعني. اهو دي برضو كونسيلر تحت العين. ودي كمان اهي.
هما دول زي بعضهم متكررين. اهي يا بنات، شايفين شكلها؟ بس هي فيها عيب واحد يعني بصراحة، يعني انها ما فيهاش فرشة دم للاي شادو. هي كل الفرش متوفرة، لكن فرشة الاي شادو اللي هي بتاعت الدم مش موجودة. دي تقدري تستخدميها برضو للاي شادو اللي تحت العين اهي. ودي كمان اهي. هي فيها فرش كتير جدا لانها 32 فرشة. دي تقدري تستخدميها للاي شادو برضو اللي تحت العين، او مثلا للروج. ما انا بقول ان مفيش فرشة محددة ان انت تقدري، مش مكتوب عليها يعني، فاهميني؟ انا بتكلم في ان الفرشة ملهاش قاعدة ان انت تستخدميها في ايه او ما تستخدميهاش في ايه. تقدري تستخدمي الفرشة اللي تريحك في الحاجة اللي تعجبك، يعني عايزة تعملي بيها روج، عايزة تعملي بيها اي شادو كده يعني. تمام. وهي برضو حلوة برضو دي للروج. لا بصراحة فيها فرش كتير جدا، يعني 32 فرشة وكلهم نوعية جميلة جدا اهي يا بنات. مش عارفة شايفين كويس ولا لا. وفي كمان فرش للايلاينر اهو. تقدري لو انتي لسه مبتدئة في الميك اب تقدري تستخدمي الفرشة اللي هي بتاعت ماك زي دي للايلاينر بس جل. وادي فرشة برضو اهي برضو. اهي يا بنات حلوة جدا. وعلشان الفرش تدوم معاكي يعني فترة اطول، كل اسبوع تغسليها بشاور علشان بس ما تبوظش منك اهي. دي برضو الاي شادو اللي فوق العين اهي برضو. بحاول بس اختصر يا بنات الفيديو علشان ما يكونش طويل. بصوا هما 3 تقريبا زي بعض، يعني تقدري تاخدي معاكي في الشنطة وللبيت اهو برضو. طبعا انا لسه ما استخدمتهمش. ده طقم الفرش ال 32 قطعة. هبقى انزل لكم اللينك الجروب اللي اشتريت منه في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول. دي بتاعت الايلاينر يا بنات اهي، رفيعة ازاي. دي الايلاينر هتبقى جميلة جدا، تقدري تتحكمي فيها
احسن من الايلاينر الفرش اللي هو العادي ده. تقدري تستخدمي كجل برضو، هيبقى افضل للي لسه بيتعلم. وواحده كمان تقدري تاخدي واحده معاكي في الشنطه وواحده على التسريحه عندك، حلوه جدا. ودي تقدري تسرحي بيها رموشك او قصدي حواجبك، تمام اهي. ودي بتاعت الاي شادو، هي جايه فيها اتنين زي ما قلتلك، تحطي واحده في الشنطه وواحده تقدري تحطيها على التسريحه. وكمان الفرش الطويله بتبقى حلوه ان انتي يعني في فرش صغيره انتي لما بتيجي تستخدمها تلاقيها بوظت ايديكي بقى وكده، فالفرش الطويله برضو حلوه اهي. دي تسرحي بيها برضو بحواجبك. ده يا بنات كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يعجبكم. كده انا خلاص خلصت الفرش كلها، بس زي ما قلت لكم ان هي ما فيهاش فرش دمج. بس ان شاء الله هشتري فرش دمج. بس كده ده الفيديو بتاع النهارده، يا ريت يعجبكم. ما تنسوش اللينك بتاع الجروب بتاع اسماء هسيبهولكم تحت صندوق الوصف، واللي انت عاوزينه هي معاكم في اي حاجه. انت بس قوليلها ان انت من قناه بنوته ومدام مصريه، وان شاء الله هتفيدك. واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.